بنتي في عمرها 2 عام ونص وضابطه هاد العادات. فاش كندخلوا للدار شنو كنديروا؟ سلام عليكم. ايوا وشنو كنديروا اخر؟ هذا سبطنا وشدنا فلو ادينا صابون. او كنغسلوا يدينا بالصابون. كيديك برافو. انا لازم هاد لا فيديو هادي ضربت ملايين المشاهدات على تطبيق انستغرام وجاوني بزاف ديال الاسئله من بينهم كيفاش علمتيها ووقتاش بديتي معها هاد النوع ديال التربيه. فانا بغيت نقول لكم بان السر ماشي في ذكاء الطفل ولكن السر في طريقه تربيه الام. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الطريقه اللي اعتمدتها في هذا النوع من التربيه خطوه بخطوه. السلام عليكم لي مامون، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم في اكثر فيديو طلبا على القناه وعلى انستغرام. كاينه واحد القاعده اللي خصكم تحطوها قدامكم في جميع انواع التربيه. الطفل ما كيتعلمش بالكلام، يعني الطفل ما يمكنش انك تشديه وتقولي لي دير هادي ودير هادي ودير هادي وغدا غادي تلقايه فاهم وعارف هذاك الشيء. الطفل كيتعلم بالتهيئ المسبق، تجربه وتكرار التجربه، وكنركز لكم على تكرار التجربه حيت الا درتي له التهيئ المسبق ودرتي التجربه وما درتيش تكرار التجربه ما كاينش تعلم. اليوم غادي نشرح لكم هاد لا فيديو هادي وانتم خذوها مثال تقدروا تطبقوا هاد الطريقه ديال التربيه على بزاف ديال الحاجات اللي نتوما بغيتوا تغرسوها في وليداتكم. كما شفتوا جنات كتقول لكم مجرد ما كتدخل للدار كتحيد صباطها وكديروا في بلاكار، كتلبس صندالتها وكتغسل يديها بالصابون. وفغيا البنات هاد القضيه راه بنتي كديرها شاك جور، يعني ماشي غير حيت بغات تصور ولا اصلا هي دابا لحد الان هي في عمرها 1 عام ونص، يعني راه ما فاهماش بلي كاينه كاميرا وما كايناش كاميرا. نجيو للسؤال المهم، كيفاش علمتها هاد القضيه؟ نرجعوا البنات للقاعده اللي قلت لكم، تهيئ المسبق، تجربه وتكرار التجربه. نشرح لكم كيفاش كنت كندير ليها تهيئ المسبق. فمثلا انا وبنتي ملي كنكونوا خارجين كنخرجوا كنقضيو اغراضنا، ملي كنكونوا راجعين وقرابين للدار اول حاجه كنقول ليها كنسولها جنات فاش غادي نرجعوا للدار شنو غادي نديروا؟ كتقول لي مثلا ناكلوا، مثلا نلعبوا، اي حاجه هي جاتها في بالها كنقول لها اوكي غير غادي ندخلوا للدار غادي نديروا هادشي. ولكن مامي قبل منين غادي ندخلوا للدار غير غنحلوا الباب غنحيدوا صباطنا نلبسوا صندالتنا وغادي نمشيو نغسلوا يدينا بالصابون. يعني صافي الا كنتي صافي وكنسكت حدي هنايا ما كنبقاش نقول لها شي حاجه اخرى الا اذا هي سولات. الا مثلا قالت لي وعلاش مامي غادي نحيدوا الصباط، يعني اوتوماتيكمون خصني نجاوبها. المهم فاش كنقربوا ندخلوا للدار غير كنحلوا الباب كنقول لها مامي راه غير غندخلوا غنحيدوا صباطنا. الا كان ولدك ولا بنتك ما كيشوفش فيك واحد العاده فمستحيل انه غادي يتعلمها. كيفاش انت كتنصحيه بواحد الحاجه انت ما كديريهاش، يعني فهمه. فكتشوفني انا كنبدا براسي، انا كنحيد الصباطغين ديالي ولا صباطي كنديرو في بلاكار وانا كنهضر وانا كنقول ليها ها شنو كندير. هي اوتوماتيكمون حيتاش الوليدات الصغار خاصه في هذا العمر من عمر 1 عام ونص وانتي طالعه فهما كيعجبهم التقليد. يعني الا كنتي كتصلي غيقلدوك، كنتي كتضحكي بزاف غير يعني اي حاجه كنتي كديريها فهما غيقلدوك. يعني انا كنمشي كنحيد حتى هي كتحيد كنقولها غنديرو في بلاكار، ممكن ما تبغيش كنخليها على خاطرها ما كنبقاش شاده معاها ولا كنتعصب معاها. علاش انا عاد كنعلمها خصني نحببها في هذيك القاعده اللي بغيتها تتعلم، خصني نحببها في هذيك العاده اللي انا بغيت نغرسها فيها ماشي العكس. كنمشي نغسل يديا كنبدا نغسل يديا كنعيط ليها جنات ضروري خصنا نغسلوا يدينا. ممكن انها تجي الا جات داكشي اللي بغيت. وصراحه بكل صراحه ما نكذبش عليكم انا بنتي بحال هكا هاد العادات هادو كتستجب لهم وكيعجبوها. يعني هي مجرد ما كتشوفني كندير شي حاجه كيعجبها انها ديرها معايا، شاده معايا الضد في كل شيء. المهم كنمشيو كنغسلوا يدينا. فاش كنكونوا كنغسلوا يدينا كندير ليها الصابون ونقيطه ديال الماء وكنخليها تفرك يديها مزيان باش كيبان لها حاشاكم هذاك الوسخ ولا هذاك الماء اللي كينزل اللون ديالو شويه غامق. وكتستمتع مثلا انها كتشوف شي حاجه حقيقيه، يعني كتشوف شي حاجه اللي فري كتبان ليها. انا بنتي بحال كما قلت لكم هاد الحوايج هادو كيحسوها بانها كدير شي حاجه كما قلت لكم حقيقيه. فهي كتغسل يديها كتستمتع كتقول لي شوفوا ماما شنو هادشي كيهبط. كنعاود كنشرح ليها بلي هادوك ميكروبات، يعني كنخلقوا واحد الحوار وحنا كنتعلموا هذيك العاده. ونقولوا مثلا هاد الوليد هذا ولا هاد البنيه رفضوا بتاتا انهم يستجبوا لهاد العادات. هنا شنو غديري ملي غتكوني كتغسلي يديك بالصابون
غتكوني كتغسلي وكتهضري وغادي تستحضري هذاك الكلام اللي كان قال لك في التهيئ المسبق. يعني فاش سولتها نهضروا مثلا على بنتي، فاش كنت سولت جنات شنو بغيتي ديري فاش غادي ندخلوا للدار، شنو قالت لي؟ يا غناكل يا غنلعب. مثلا غنقول غنبقى نغسل يديا ونبقى نقول انا غير غنكمل غسيل ديال يديا غنمشي ناكل ولا غنمشي نلعب. اوتوماتيكمون هي فاش غادي تسمعني غتقول لك حتى انا غنقول لها لا ماما ما يمكنش، انت ما غسلتيش يديك ما حيدتيش صباطك فما يمكنش انا غناكل بوحدي. هنايا ممكن الطفل غادي يبغي يدير هذوك العادات باش يحقق داكشي اللي كان باغي يدير، ولا ممكن يرفض وغادي يدخل في هذيك الدوامه ديال عاداو وغيبقى يغوت وغيبقى يبكي. هنا شنو دورك انت كأم؟ شنو دورك؟ انك كانه ما كاينش، كانه ما كيغوتش، كانك ما كتسمعي حتى شي صوت. تجاهل. علاش يبكي؟ باش يمشي ياكل ما غسلش يديه، كيبكي باش يدخل يلعب في الفراش ما محيدش صباطو. تجاهلي تصرف. الا مثلا الا كان كيعيطوا ماما كما كنقول لكم كنتجاهلوا البكاء وماشي الطفل. الا كان كيعيطوا ماما وهادي يعني كان كيهضر وكيبكي، حاولي انك تجاوبي معاه وحاولي انك تهدني. الا كان غير كيبكي وكيفركل خلي على خاطرو حتى يسالي وغاتعاودي تهضري معاه. وما تحاوليش انك ديري شي تدخل ديال مثلا تهزي تضربيه ولا شي حاجه. لا، فراه التربيه ما كتبغيش العنف، كتبغي الصرامه. وي الصرامه، انا معاك انك تكوني صارمه قررتي وعزمتي انه خصو يتربى على واحد الحاجه سيفيني. فكما قلت لكم الا طبقتوا هذه الخطوات مره بعد مره، يعني درتوا التهيئ المسبق، درتوا التجربه، يعني الطفل دخل حيد صباطو جرب غسل يديه جرب التهادي كيبقى لكم تكرار التجربه. يعني فوق ما خرجتي فوق ما دخلتي وهذاك الطفل كاين ولا فوق ما خرج، سواء مع باباه سواء مع اي واحد في الدار. يعني انت الا كنتي كتثقي في شي واحد غادي يخرج معاه ولدك ويدخل معاه، فما غيكونش عندك مشكل انك تقولي له الله يعطيك الستر. فاش غادي تدخلوا من الدار حاول انك تقول له حيد صباطو عادي، يعني ما كاينش مشكل. ولا انت فاش غتعرفيه جاي غتعرضي له في الباب بوسيه وكل شيء وقولي يلا ولدي، يعني بحال انت اللي خرجتيه، يلا ولدي نحيدوا صباطنا وهذه. يعني تكرار التجربه. انا كنقول لكم هاد التكرار ديال هاد العادات تقريبا 3 المرات 4 المرات 5 المرات غيولي الطفل عندك ولات عنده عاده، يعني حفظها دخلات معاه ما غيب سواء كنتي سواء ما كنتيش غادي يدير هذيك الحاجه. وإلا كان التكرار ديال هذا الشيء كامل وانت طبقتي هذا الشيء كامل بالحرف وما كانتش نتيجه، يعني راه كاين شي خلل، راه كاين شي خطا سواء في طريقتك سواء في الصرامه ديالك. ولا غادي ترجعي تولي تهضري معاه بصرامه اكثر. يعني هادشي ما فيش الضحك. ونزيد نقول لكم واحد الحاجه، فبالنسبه للام اللي كتكون مره كتقولي له مره كيدخل وكتنسايه فهذا راه ما غاديش يتعلم. يعني كما قلت لكم خاص الطفل يعرف باللي القوانين تطبق ماشي غير كتقال تطبق. ديروها حتى هذه قاعده. الغوات لا، فممكن انك تقولي لي انا الغوات كنغوت عليه وكنجيب نتيجه. وي ممكن انك تجي تقول له دير هذه ودير هذه ودير هذه، غيديرها. علاش؟ ماشي دارها حيت هو تقبل ولا حيت هو تعلم، لا، غير خوفا منك. يعني الا كانوا عندك ضياف ولا كان شي واحد اللي عارفك زعما غتحشمي منه وما غتضربيش ولا ما غتغوتيش عليه، غادي يدير لك الفضيحه، غادي يدير لك شي حوايج اللي ما عمرك شتيهم. غتقولي ماشي هذا هو ولدي، يعني كيولي يبان لك طفل اخر وكتولي تقولي ولدي كان كيدير هادشي دابا ما عرفت مالو تبدل. لا اختي راه ما تبدلش اصلا، ولدك راه ما كانش تعلم، راه كان غير خايف. ومن ناحيه اخرى كاينين لي بارون اللي كيبغيو يشوفوا النتيجه بواحد السرعه خياليه. يعني اليوم علمته غدا خصو يصبح معلم. هذا راه خطا كبير. فالاطفال كل طفل والقابليه ديالو للتعلم كيفاش دايره. كاين اللي كيتعلم 3 ايام، كاين اللي 4، كاين اللي الامر كيحتاج معاه اسابيع، وهذا راه امر طبيعي جدا. وفي النهايه مثلا صافي انت يعني الطفل فاش كتجي كتبقاي توريه العادات نهار بعد نهار كتلقايه بدا كيشد انك الا دخلتي كتمشي تحيدي صباط كتعاونيه البدايه. طبعا راه كاملين كنعاونوهم يحيدوا صبابطهم،
لكن فاش كتشوفيه بدا كيدخل كيمشي يحيد صباطو كتولي انت ما تهضريش، كتحيدي باش ما يبقاش هو ديما خصو يدير غير الا قلتي له. يعني انت كديري قدامه كتحيدي وكتنسحبي وكتخليه هو يكمل راسو شنو غيمشي يغسل. عاوتاني الا شتيه تحكم في انه كيغسل يديه مزيان بالصابون وهذا، انت كتولي تنسحبي، يعني كتخليه هو يسبقك، هو يسبق يحيد صباطو غيمشي يغسل، انت كتاخري شويه. يعني هذا هو باش هو كيولي يعتمد على راسو. يعني كتعلميه كترافقيه في هذه في رحله التعلم ديالو. منين كتشوفيه بدا كيشد كتنسحبي شويه بشويه شويه بشويه حتى كيولي الدري عندك ولا الطفل عندك متمكن 100%، وهنا كتربحي راحتك لواحد الدرجه ما تتخيلوهاش. ونقطه اخرى مهمه في التعلم المبكر للاطفال هي تختاري الوقت المناسب. فبالنسبه لي انا كنشوف الوليدات من عمر عام ونص ولا حتى من عمر عام، كاين الوليدات تبارك الله اللي كتكون عندهم هذيك مهاره الفهم متطوره اكثر من الوليدات اللي بحالهم. يعني كتهضري معاه كيفهمك. المهم اي كتعرف ولدها، يعني كتعرف ولدها وكتعرف القدرات ديالو. بما ان ولدك كيفهمك كتقولي له شي حاجه كيفهمك كيتجاوب معاك، بداي تعلميه. بقاي تقولي له داك الشيء اللي بغيتيه يتعلمه، حاولي معاه وبقاي توريه خطوه بخطوه حتى غادي يتمكن. وهذا الوقت المناسب راه كيدخل فيه حتى ماشي غير الفهم، ماشي غير زعما الطفل عنده القدره ديال الفهم، لكن مثلا كاين طفل كيفهم ولكن هو في مرحله السنين كيدير سنينات، ما يمكنش هو كيكون اصلا غير مع راسو معصب ومقلق، فما يمكنش. مثلا واحد الوليد واحد الام اليوم عولتي وقررتي انك تخرجي ولدك وتدخلي، هذا غير اكزامبل، وتدخلي تفهميه باش يحيد صباطو، دخلتو لقيتي الولد في واحد الحاله كيبكي اصلا من الزنقه تقلق ولا شي، ستوب. لان التعلم ولا اي حاجه بغيتي تعلميها في هذا الوقت اللي تيكون فيه الطفل ماشي على المزاج ديالو كيفشل. سوليني كيفشل، ما غينجحش. يعني خصك تختاري الوقت، النفسيه ديال الطفل تكون مزيانه، يكون الطفل كيفهم، وتوكلي على الله. ونسيت واحد النقطه مهمه ما قلتها لكمش، هي التشجيع. فمثلا فاش كندخل وكنحيد صباط وكنقول لها اجا بنتي تحيدي صباطك وكتجي كنقول وي برافو، كنشجعها. فاش غتحيد صباطها وغتغسل يديها وكل شيء مزيان، غنعنقها وغنكافئها. طبعا غنقولها برافو بنتي، انت اليوم غسلتي يدك بالصابون، وانت اليوم حيدتي صباطك بوحدك، برافو. يعني التشجيع، عرفتوا التشجيع البنات كيحقق المعجزات مع الوليدات. ممكن تعطي هديه بسيطه، والهديه ما كتعطاش على ابسط حاجه، لا، كنعطيوها على شي حويجات اللي كتشوفي ولدك مثلا دار فيهم مجهود ويقدر انه ما يرفضهم لك مره اخرى، فانت كتعطيه هديه للتشجيع. وكاين العناق، مثلا تشدي ولدك وتعنقيه وتطبطبي عليه، فحتى هذا واحد التشجيع كبير، انا كتصفقي له وتقولي له وي برافو. فريمون حتى هذه طريقه زوينه للتشجيع. وكما قلت لكم الوليدات هما كيبغيو حتى فاش تبغيو مثلا انكم تعلموهم، فضروري تهضروا معاهم بواحد الطريقه حماسيه. يعني الوليدات الدار اللي ما فيهاش الحماس، ما فيهاش واحد الطريقه ديال الهضره ديال الحماس، الوليدات كيكونوا فيها طافيين ولا مشاغبين، يعني ما كاينش واحد الفائده. فهضروا مع وليداتكم بحماس. اي حاجه تصوروا بغيتي توكليه غير اللوبيا اللوبيا هي الاخرى، غتحمسيه، غتعطيه هذيك الحاجه البسيطه بواحد الطريقه تكبريها له وغتضخميها له. كنظن هادشي اللي كاين. كنتمنى اني نكون زعما عطيتكم بعض المعلومات اللي غادي تفيدكم في التربيه ديالكم. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون على موضوع الكتابه في الحيط، لانه موضوع جدا مهم. فاذا كانوا عندكم شي اسئله كنتمنى انكم تخليهم لي في لي كومونتير. والا ما كنتيش مشتركه في القناه ضروري انك تشتركي في القناه باش يوصلك كل جديد. وشكرا لكم بزاف، نشوفكم فيديو جاي وباي باي.